ليس من السهل حاليا أنك تتكلم في موضوع المغرب والجزائر، لكن أنا أتكلم فيه عادي جدا. فما دام الرجل لا يخالف الكتاب والسنة فعليه أن لا يهتم لقول أحد، وأنا لو خالفت الكتاب والسنة وريني أين هذا وأنا أتراجع عنه عادي جدا. والآن خلي لي أخي الكريم والحبيب عواطفك على جنب، لأننا سوف نواجه الواقع في هذا الفيديو. عندما يذكر موضوع المغرب والجزائر والخلاف الحاصل، أول ما يخطر ببالك أنه نزاع حول موضوع الصحراء. المغرب تقول بأن الصحراء هي أرض مغربية وأنهم قاموا باسترجاعها، والجزائر تقول أنها أرض مستقلة ملك للصحراويين والمغرب أخذها منهم. والأرض هذه هي محل نزاع في الأمم المتحدة، وهي دولة في الاتحاد الإفريقي. ولكن كل هذا للأسف الخلاف ليس له علاقة بالصحراء، والدليل أن الخلاف موجود قبل موضوع الصحراء، وحرب الرمال أكبر دليل على هذا. والدليل الآخر على أن الخلاف لا علاقة له بالصحراء هو أنني أنا مثلا قلت لو أن الصحراء بيد المغرب أو أي أرض في الدنيا فالشرع يقول أنه لا يجوز الخروج فيها، وحتى الصحراويين غضبوا مني عندما قلت هذا. ولا أتكلم في حكام المغرب ولا أدعو للخروج عليهم، ورغم ذلك تجدهم يسبونني. هنا أدركت أن المشكلة لا علاقة لها بالصحراء. لو تفكر قليلا وتقول ما الذي يجعل مسلم يقول لمسلم أنت ليس لك وجود وأنت عديم الهوية وشهدائك لقطاء وأنت لقيط، ما الذي سوف يستفيده المسلم من هذا الكلام؟ أنت هنا تشعر بأن الموضوع ليس له علاقة بالإسلام ولا فيه رائحة الإسلام، صح؟ وما دام الموضوع ليس فيه رائحة الإسلام فيا ترى فيه رائحة من؟ أنا كنمارس حزان في معبد نبي شالوم في الدار البيضاء، يهودي في الدار البيضاء. أنا الباز جوزيف، مواطن مغربي من أصل يهودي. حيت أنا يهودية مغربية. هنوتين تشو عالم الأخي. في المغرب دايما كانوا عندهم مستشارون يهود. انتوما خرجتوهم من عندكم، حنا سيادنا فرحوا بهم. تهضروا على الجزائر. الجزائر. أنا كنفضل كاع ما نتكلم عليهم. وسير الجزائريين هامت صور بابكم الله يجعل والديكم. انتوما بلاد الدم، بلاد القتيلة. غادي غير نخسروا هاد الندوة هادي إذا تكلمنا عليهم. هادوك ناس ما يسواوش. راكم مسخين يا المسخين يا المبلولين. هما الخوتو الخوت كون على أبوتسي دافيد عبدو محيري بلعا محيري بقى الموضوع فيه محيبها لا. انتوما خرجتوهم من عندكم. صح، الجزائر أخرجت اليهود من أرضها لأنكم سبب في استعمارها أصلا، فطبيعي. وكره الجزائريين لكم وكرهكم للجزائريين ليس من فراغ، القلوب عند بعضها ويكرهونكم بالفطرة. قال لك الله ينعلكم الوالدين يا الجزائريين. وطبعا الذي سوف يلعننا هو ربه الذي ينام ويستيقظ معيط من الخمر، ربه سكير. المهم لما دخل فيها اليهود ووجدت أن الموضوع موضوع يهودي متغلغل منذ قرون، فهمت جيدا ما معنى كلمة الحدود الحقة في الدستور المغربي، لأن نفس كلمة الحدود الحقة موجودة عند اليهود. وسفر التكوين يزخر بالكلام عن الأراضي التي يعيدهم ربهم بها. وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. وأيضا لأن اليهود قبل أن يختاروا فلسطين كانوا يريدون المغرب، وهذا ما يعرف بخطة المغرب. وكلمة الحدود الحقة وأن الجزائر أرضهم لم تظهر إلا في الدستور الذي ظهر بعد استقلال الجزائر. يعني الجزائر عندما كانت تحتلها فرنسا لم يتكلموا عن الحدود الحقة، كما أن الحدود الحقة لا تتجه شمالا نحو المناطق التي يحتلها الصليبيون. ولهذا الحقد الحاصل يستحيل أن يكون مصدره إسلامي. والمغربي المسلم البسيط الذي يعمل ومشغول بحياته ويعود لبيته لينام ليس له علاقة بهذا السم الناقع الموجود عند هؤلاء. لو تلاحظ معي أن اليهود سلاحهم في تأجيج الصراعات عبر التاريخ هي كلمة الأحق والحق والنوعية هذه من الكلمات. قالوا للخوارج أنتم الأحق بالحكم، وقالوا للشيعة علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة، وقالوا للأوس والخزرج لكل واحد منهما أنتم الأحق بالسيادة. والآن يقنعون المغرب أنها الأحق بأراضي شمال إفريقيا. أقنعوا المغرب أنه إمبراطورية. المغرب محتل من الشمال من إسبانيا منذ 6 قرون، ومن الجنوب تحتله إسبانيا جويا وتتحكم في مجاله الجوي، والصحراء محل نزاع. وكل هذا ويقنعونهم أنهم إمبراطورية ومعيشينهم في الأوهام. وللأسف الملايين مقتنعين أن هنالك إمبراطورية حقا، إمبراطورية لكن محتلة، إمبراطورية ولكنها كانت تحت الحماية الفرنسية. ولو رجعنا لموضوع الحدود الحقة فعلينا أن نعيد أوطاننا للرومان. والسوري يقول أنا عاصمة الأمويين واعطوني أرضي، والجزائري يقول نحن الدولة الزيرية ونسترجع الحدود الحقة، ومصر تقول ارجعوا
ارجعوا للسودان، والسعودية تقول نسترجع قطر والبحرين والإمارات. لا، السعودي سيقول أعطوني المغرب وإيران واليمن والأردن لأن من يحكمونها قرشيون من آل البيت، وأصلا نحن الدولة العباسية والدولة الأموية ولنا الحق في كل هذه الأراضي، ونبقى في هذا العته إلى يوم الدين. المهم الفكر اليهودي العجيب هذا الذي ينخر في المغرب العربي تربت عليه أجيال للأسف، حتى أصبح العربي المسلم أكثر برا من مربيه، وتجده هو من يؤجج الحرب ويوقدها ويحرض اليهودي على المسلم، يعني أصبح متهودا أكثر من اليهودي نفسه. مؤخرا للاسف يعني كنشوفوا عدد من التهديدات، عدد من الاستفزازات، اتهامات مجانيه من طرف الجاره الجزائريه. انا غادي ندوي حيت انا ماشي انا ساكن في باغي، انا عندي باسبور مغربي، عندي باسبور اسرائيلي، وعندي باسبور فرنسي. الجزائر انا تنشوف باش انا ملي كنت صغير في المغرب انا الجزائر انا شنو الرساله اللي تقدر توجهها للحكام الجزائر؟ انا تنطلب، انا عشت في الشرق الاوسط في اسرائيل، انا كنت في الحرب ديال 73. الجزائر الصهيوني هذا جاي متنبي مع نفسه، المتنبي فرع إسرائيل، يقول له كلمنا عن الجزائر، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. الجزائر أنا ترب الندى ورب القوافي. وأنت يا صحفي يا عاهة جايب صهيوني وسكران وتحرض فيه على الجزائر، وفي نفس الوقت عايش دور المظلوم الذي يستفزونه ويحرضون عليه، على أساس ما شاء الله جالس مع عمر المختار. عقلية يهود والله وتربيتهم، لأن اليهود تجدهم هم من أججوا الحرب العالمية وفي نفس الوقت عايشين دور المظلومين، وهم من خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وتسببوا في مقتل للمسلمين ويتظلمون على بني قريظة. وللأسف تجد مسلم يواليهم ويتودد إليهم ويعتقد أن إسرائيل سوف تدخل في حرب مع الجزائر وتخسر فيها ملايير الدولارات لأجل حماية المغرب. وأبشرك أيها المتهود أن الكيان المسمى بإسرائيل لا يقول بأن الصحراء أرض مغربية. أنت اعترفت به وهو لم يعترف بك، أنت تواليه وهو يبغضك، أنت تراه حليف وهو يرى المغرب بلده وأنت مجرد دخيل وجاء الاحتلال. اليهود كانوا قبل من المسلمين في المغرب ديالنا، منا وإلينا. الطائرة الإسرائيلية إلى مطار الرباط وعلى متنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، وقد يدخل في باب رغبة المملكة المغربية في أن تظهر للعالم وخاصة للجزائر أنها بصدد تعميق علاقاتها مع إسرائيل. راهم قادرين باش يستعمروا المغرب، كونوا فاهمين، راهم قادرين باش يستعمروا المغرب، هم رب العالمين. ואני מקווה שבקרוב נוכל לדווח לכם בדוח מיידי בדיוק על איפה אנחנו שמנו את היד. מאוד מאוד מעניין אותנו כמדינה. المغرب يخربوا الاقتصاد ديالو، السياسة ديالو، الاجتماع ديالו. היהודיים בטרנג'יר פורחים במידה מסוימת, או יותר נכון ההנצחה שמה שהיה. كل شيء الصهاينة غادي يخربوه، واش عمر الصهاينة غيجي منهم الخير؟ راه عمر الصهاينة ما يجي منهم الخير. راه البلاد تتباع، راه البلاد تتخرب. عجبتك السيمفونية التي عزفها الصهاينة، ولا أعجبك رقص قاتل الأطفال أكثر صح؟ ولا كلام الشمطاء وهي تقول بأن المغرب بلد اليهود قبل قدوم المسلمين؟ طبعا الكلام هذا موجه للمتهودين. تريد أن تقنعني بأن هذا الاحتلال وهذا المسخ الحاصل هو في صالح المغرب وفي صالح الإسلام والمسلمين، وتريد أن تقنعني بأنك أنت تدافع عن المغرب. دافع عن المغرب وعن ملك بلادك واسمع وأطع في المعروف ولا تخرج على حاكمك. وعاش المغرب مسلما شامخا يسوده الأمن والأمان، وإن شاء الله تكون أحسن وأقوى وأجمل بلد في الدنيا، لكن ليس بأحفاد القردة مشعلي الفتن المفسدون في الأرض، وكل من يردد كلامهم فهو يخدم مشروعهم. وأنا ما أراحني في هذا اللغط الحاصل أن المصدر صهيوني لا علاقة له بالإسلام والمسلمين. وأقولها لك أيها المواطن المتهود كلمة مختصرة: اليهود أخبر عنهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم ضربت عليهم الذلة، وأنت تبتغي العزة عند المذاليل وتريد اعتراف من كيان هو نفسه يبحث عن اعتراف. وأنت إذا مشيت خلف من ضربت عليهم الذلة فلن تنال سوى الذلة طبعا، لكن الفرق أن اليهود مذاليل درجة أولى وأنت حتى في الذل ستكون مذلول درجة ثانية.